هل تعرف ذلك الشعور عندما تبدأ بسؤال نفسك: هل أنا حقا في حالة حب، أم أنني خائف فقط من أن أترك هذا الشخص؟ اليوم أريد أن أتحدث عن 5 علامات قد تدل على أنك تحب الشخص الخطأ. ليس من السهل الاعتراف بذلك، ولكن أحيانا القلب يتشتت. العلامة الأولى: أنت دائما تمشي على أطراف أصابعك. إذا كنت تشعر أن عليك أن تفكر مرتين قبل أن تتكلم، أو أنك قلق باستمرار من أن ينزعجوا من شيء صغير، فهذا ليس حبا، هذا خوف. الحب يجب أن يجعلك تشعر بالأمان، وليس وكأنه اختبار تخاف أن تفشل فيه. العلامة الثانية: أنت تفقد نفسك. ربما كنت تمارس هوايات أو لديك أصدقاء بالكاد تراهم الآن. إذا كنت تشعر أنك تتغير فقط لتناسب عالمهم، أو أنك خائف من إظهار ذاتك الحقيقية، فهذه علامة حمراء كبيرة. الحب يجب أن يساعدك على النمو، لا أن يمحو من أنت. العلامة الثالثة: أنت دائما من يعتذر. بالطبع الجميع يرتكب الأخطاء، ولكن إذا كنت دائما من يقول آسف حتى عندما لم تفعل شيئا خاطئا، فقد يعني ذلك أنك تتحمل كل اللوم فقط للحفاظ على السلام. هذه ليست شراكة، هذا عدم توازن. العلامة الرابعة: تشعر بالوحدة معهم أكثر من بدونهم. هل جلست يوما بجانب شخص ولكنك شعرت وكأنك على بعد أميال؟ الحب يتعلق بالاتصال، ولكن إذا كنت تشعر دائما أنك غير مفهوم أو غير مرئي، فهذه علامة على أن قلوبكما لا تلتقي حيث يجب. العلامة الخامسة: أنت تأمل باستمرار أن يتغيروا. كلنا لدينا عيوب، ولكن إذا كنت تتمسك بالأمل في أنهم سيصبحون يوما ما ألطف، أو يستمعون أكثر، أو يقدرونك أخيرا، أسأل نفسك: كم مضى عليك تنتظر؟ الحب ليس عن إصلاح شخص ما، إنه عن قبولهم، والشعور بالقبول في المقابل. إذا كانت أي من هذه العلامات تبدو مألوفة، أريدك أن تتذكر: أنت تستحق حبا يشبه الوطن، لا ساحة معركة. لا بأس في الابتعاد، أحيانا التخلي هو أشجع شيء يمكنك فعله لقلبك. خذ لحظة، فكر، وإذا شعرت بأي من هذا من قبل، شارك قصتك في التعليقات. أنت لا تعلم، قد تساعد قصتك شخصا آخر على إيجاد طريقه أيضا. تذكر، الحب يجب أن يحررك، لا أن يعيقك.